السلام عليكم. اليوم غادي نوريك الطريقة كيفاش تغير كلمة السر الخاصة بالروتور ديالك، سواء كانت لينك ولا تابي لينك ولا الهواوي ولا تندر. ساهلة، أمر سهل. غتوجه للمتصفح ديال جوجل، غطابي 192.168.168.1 وغادي كليكي عليها، غدير لي سباس بين واحد وواحد، غادي كليكي عليها كتنبثق لك الواجهة ديال بحال هكا، تنبثق لك الموقع الأول، غادي كليكي عليه، غتجي دير التسجيل، غتنبثق لك الواجهة ديال لينك، غدير الباسوورد ديالك ديال الدخول، اليوزر نيم غدير ادمين، الباسوورد غدير ادمين، غادي تعاودها نفسها. دخلو كلمة السر ديال البيسي ديال الحاسوب، غدير ادمين، اذا كنت غيرتها غتدخلها ديالك اللي غيرتها جديدة، غدير التسجيل، حيدو النافذة، غتمشي لسيتاب، غادي كليكي عليها، غتمشي لويرلس سيتاب، غادي تنبثق لك واجهة، غنختار ويرلس سيكوريتي، غادي كليكي عليها. هنايا ها هي الكي ديالك، هادي هي كتمسح ديالك، كدير باسورد جديد، كدير بلاي شونج، صافي كيتغير لك، تطفى الروتور يتعاود تشعل، كيطلب لك تسجيل الدخول، ودير الكود ديالك الجديد، حيت كيدير تسجيل الخروج من جميع الأجهزة. وهذا الموضوع ديالنا، وبالنسبة للطريقة كتنطبق على جميع الأجهزة. ها طابي لينك عندنا تيندا، عندنا عندنا الهواوي. بالنسبة للاي بي ادريس ديالك، إذا معرفتوش شنو واش 192.168.1.1، غتوجه لموقع 192.168.1.1، غتكليكي عليها، غادي تنبثق لك الواجهة. إلا مكنتش عارف الاي بي ادريس ديالك باش كتدخل من الروتور، غتبقى تجرب هذا ما